السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أولادي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا نهار اليوم الكوكياجات معمرين بالشوكولا والكراميل. يلا هو بنا إلى المطبخ ومرحبا بكم. بسم الله والصلاة على الحبيب رسول الله. باش نعملوا الوصفة تاع النهار اليوم، نعملوا العجينة اللي هي متكونة. عندنا هنا الكوفريت، وعندنا فارينة، وعندنا الزبدة، الدهان، وعندنا البيض. هنا عندنا زوج علب نتاع الكوفريت من هذا النوع، تحبوا الفاني تحبوا الشوكولا، نتوما والذوق تاعكم. وهنا عندنا حبة تاع بياض البيض. هنا الكوفريت تاعنا نطحنوه ونتحصلوا على غبرة، يعني بودرة نتاع هذا الكوفريت. نعملو في الإناء ونوضعو فيه كاس ونص نتاع الفارينة، كاس ونص تاع الفارينة. هنا نعملو كاس ونص تاع الفارينة، نزيدو نخلطو النواشف مع بعض. هنا ما فيهاش بزاف المقادير هاد الوصفة، يعني هي غير معتادة اللي مدارين نستعملوها للعجينة. هنا ضفت انا هنا في العجينة عملت الكوفريت. هنا زدت الزبدة، نعملو 100 غرام، 100 غرام تاع الزبدة، وما نعجنوهاش، ندخلوها غير بالاطراف الاصابع تاعنا، ندخلوها مليح بالاطراف تاعنا. هكذا كما اللي راني نعمل. ما نعملوش السكر على خاطر الكوفريت حلو، وكي نزيدو نعملو الشوكولا والكراميل يعني تجي حلوه بزاف. ماذا بينا نقصو شويه تاع السكر. هنا راني نكمل العجينه تاعنا. نعمل حبه بياض البيض وما نكبهاش دفعه واحده، نكبها غير بشويه. الا جاتكم العجينه تماسكت معاكم خلاص، ما تماسكتش زيدوا بيضه واحده اخرى غير البياض تاعها عفوا، على خاطر كاين الحبه تاع البيض اللي كبيره وكاين اللي صغيره. الا خديتوا حبه كبيره يعني تجيكم تماما. انا جاتني نيشان حبه تاع البيض تاعنا، هاني نخلط فيها غير بالاطراف الاصابع، ما نعجنوهاش حتى اللي تلتم لنا هاد العجينه تاعنا. غير اللي راني نعجن بيديا هكذا، راني نلمها عفوا مانيش نعجن، غير بالاطراف ونلمها نخليوها تريح. يعني هي راها هنا طريه، هاهي تشوفوها بلي راها طريه. نلمها ونعملها تريح، هاي ما عجنتهاش. انا تحصلت على هاد العجينه راها طريه، ها هي دي. نعملها واحد 10 دقائق ترتاح، ونعاودو نوليو نجيبو هنا كيس بلاستيكي، نعملها ونخليها يعني غير واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. ما نعملوها ني في الثلاجه ني والو. هنا جبت لي مول تاوعي نتاع الانيدلات، ولا هادو تاع الكوكياجات. انا استعملت الكوكياجات، وانتم على حسب اللي تحبوا. نرفد كميه قليله صغيره نتاع العجينه، شوفوا كي راها طريه ما شاء الله. ها هي دي بقات محافظه على القوام تاعها. انا استعملت الكوكياجات وانتم اللي تحبوا. بسم الله نبداو. نرفدوا كميه قليله ونعملوها في المول تاعنا، نبسطوها بهذه الطريقه. نطلعوا الحواف في الفوق ونبسطوهم هكذا بهذه الطريقه، يعني ما نعملوهم خشان ما نعملوهم مرقق، بهذه الطريقه. ها هم هادو. نزيدوا وحده، ها هي دي كميه قليله، ونعملوهم هكذا بالاطراف تاع الاصابع تاعنا، نبسطوا العجينه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. وما تخافوش العجينه كي ما عملناش فيها السكر، يعني تجي القوت تاعها مليح، باسكو الشوكولا حلوه والكراميل، وهي تانية فيها الكوفريت وحلو. انا نكمل هنا نكمل حتى هنا راها وجدت لنا، ها هي دي.
نعملها في الفرن على 180 درجة. كي تحمر لنا شويه نجبدوها من الفرن. نحضروا الكراميل تاعنا، نعملوه كاس ونص سكر و300 غرام القشطه طريه، ونزيدو ملعقه نتاع الزبده. نعملو كاس ونص تاع السكر تاعنا فوق النار على درجه الحراره قليله، ما نعملوهاش قويه، ونخليوها تولينا كراميل. كي يذوب لنا داك السكر مليح عاد نعملو الدهان. ها هي دي بدات توجد لنا الكراميل تاعنا. نزيدو الملعقه تاعنا تاع الزبده ونخلطو. هنا نزيدو 300 غرام تاع القشده طريه. يعني هاد الكميه اللي عملناها تجيكم بزاف ما شاء الله، يعني قطعت لي بزاف. ونخلط، ما تخافوش منها، ديك بوحدها تذوب. نخلط، ها هي دي بدات تذوب لنا. من بعد ما دابت لنا الكراميل تاعنا، شوفوا نجيبو صفايه ونصفيوها. هنا عندنا 200 غرام تاع شوكولا عفوا، ولا عندكم نتاع الابسه عملوا تاع الابسه. انا خديت الحبيبات 200 غرام، ونضيف لهم ديك الكراميل تاعنا. شوفوا القوام تاعها كيفاش راه ما شاء الله. ونكبوها على ديك الشوكولا ونصفيوها. انا هنا نصفيها. كاش حبيبات تاع السكر ولا ما دابتش يعني تتصفى. هنا نخلطوا ديك الكراميل مع الشيكولا بهذه الطريقه، ونجيبوا ميكسور ونعاودوا نميكسيوها. انا هنا جبت الميكسور وراني نميكسي فيها باش كامل ديك الشوكولا تذوب وكل شيء يندمج مع بعضه بعض. شوفوا القوام تاعها بعد ما عملت لها الميكسور وخلط الكراميل مع الشيكولا. شوفوا القوام تاعها اللي حصلنا عليه. ها هما دو لي فون دو تارت تاعنا راهم وجدوا. شوفوا الكوكياجات تاعنا كيش طابو. ها هو اللون تاعها. يعني كي نحصلوا على هذا اللون خلاص ننزعوها، راها طايبه مليح. هنا نجيبوا كيس الحلواني تاعنا ولا لابوشادوي، ونفرغوا هذيك الشيكولا فيها، ونعمروا بهم دوك لي فون دو تارت تاعنا ولا الكوكياجات تاعنا بهذه الطريقه. انا هنا نعمر هاد الكميه حتى لين نكملها كامل ونوري لكم الشكل تاعها اللي تحصلنا عليه. انا هنا راني كملت الكميه اللي كانت عندي، وانتوما التزيين يبقى لكم اختياري عفوا. انا هنا زينتها بالجوز. وها هي دي الوصفه تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وبالصحه والراحه باذن الله، والى اللقاء في الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أولادي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا نهار اليوم وصفة البيتزا السائلة، ورافقناها بحساء خفيف نتاع البسباس.
مرحبا بكم في المطبخ. بسم الله والصلاة على الحبيب رسول الله. هنا عندي 4 حبات نتاع البسباس، من بعد ما نقيتهم وغسلتهم وغسلتهم من الداخل باش نحيو لهم داك التراب تاعهم، وإلا كانت حشرة كاش لداخل ولا نغسلوهم غاية الغاية. هنا عملت معاه حبة نتاع البصلة مقطعة مربعات، وزدت معاها فص تاع الثوم، وزدت معاها جزر 2 حبات، وحبة تاع البطاطا قطعتهم مربعات. نجيبو القدر تاعنا ونعملو فيه ملعقة نتاع الدهان تاعنا، ونزيدو معاه زيت الزيتون 2 معالق. اللي ما عندوش زيت الزيتون عفوا يعمل الزيت العادية. هنا هاد الحساء ما نعملو فيه ني دجاج ني والو، اللي يحب يعمل معاه الدجاج يعمل، انا عملتو عادي. وما نعملوش هنا لي زيبيس تاعو التوابل، يعني حتى تتقلى لنا ديك الخضره تاعنا. هنا من بعد ما تقلات لنا ديك الخضره نزيدو الحرور والملح والسكنجبير ونخلطوها. ما نكتروش التوابل الا حبينا نعطيهم للاطفال الصغار، وماذا بينا نعطيوها للاطفال الصغار. هاد الحساء يعني حاجه مليحه، البسباس حاجه مليحه للاطفال، هي مليحه للكبير والصغير. هنا نمرقوا بالماء من بعد ما تقلات لنا الخضره تاعنا. يعني هاد الحساء خفيف ظريف، وهاد العشاء عملناه خفيف ظريف. يعني المراه اللي تكون خدامه تجي للدار يعني في رمشه عين وهي حضرته ما شاء الله. نغطيو عليه ونخليوها طيب هاد الحساء. من بعد ما طابت لنا ديك الخضره تاعنا نعملو معلقه صغيره نتاع الثوم غبره، ونخلطوها مليح وننزعوها من فوق النار ونطحنوها. ها هي دي الخضره تاعنا من بعد ما طابت نطحنها، ونزيد معاها علبه تاع لا كريم فريش. ها هي دي من بعد ما طحناها وزدت معاها القشده ولا لا كريم فريش. نبداو دروا البيتزا تاعنا اللي نرافقوها مع الحساء تاعنا. هنا نجيبو 2 كيسان نتاع الماء. هاد البيتزا ما نعجنوها ما ندلكوها، غادي نعملوها يعني سائله. وعملت هنا 2 معالق نتاع الخماره تاع العجين، ونزيدو ملعقه تاع السكر، ونخلطوا هاد المكونات مع بعض باش تذوب لنا الخماره والسكر. ونزيدو 2 ملاعق نتاع الفارينه ونخليوها تخمر واحد 10 دقائق. هاد العمليه نعيطولها عمليه التخمير، اي لا لوفان. من بعد ما خمرت لنا هذيك الخماره تاعنا ولا لا لوفان تاعنا، شوفوا كيفاش تحصلنا عليها. نزيدو لها دروه 2 ملاعق نتاع الزيت. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو وتكملوه للاخر. نزيدو هنا ديك البيتزا تاعنا نسموها، نعملو الزعتره، وعملت شويه نتاع فلفله حمراء وشويه تاع الحرور. يعني هاد المكونات 3 غادي يعطيوها واحد الذوق رائع. جربوها وغادي تستافدوا. وهنا زدت ملعقه تاع الملح وخلطتها مليح، يعني غادي تعطيكم بنه رائعه، ماشي كما تاع البيتزا اللي مدارين ناكلوها تجي منسمه. هنا نعملو الفارينه، انا عملت 3 تاع الكيسان. هنا ما نعملوهاش قاصحه، غادي نعملوها جاريه، ما ندلكوهاش، غادي تجي جاريه. ونخلطوها. هنا الفارينه على حساب كل واحد، كاين الفارينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. نخلطوها بهذه الطريقه. هذا هو القوام تاعها اللي رانا نحوسوا عليه. وفي الاخير نزيدوا لها ملعقه نتاع خماره نتاع الحلوه ونخلطوا ونخليها ترتاح. كي نشوفوها خمرت نخليوها هنا تريح. نجيبوا البلاط تاعنا اللي رافقها الفرن، يعني هنا ندهنوها مليح من بعد ما خمرت لنا ديك العجينه تاعنا. نفرغوا العجينه تاعنا، شوفوا كريها سائله ما شاء الله من بعد ما خمرت. ان شاء الله اللي راه يشوف الفيديو لاول مره نقول له مرحبا بك، ونقول له لا عجبتك
القناة ما تنساش تفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، وما تنساش تدعمونا بالجيم إلا زادت عجبتكم الوصفة. نسويو هنا الأطراف تاوعنا بهذا الشكل. نعملو فرماج غابي، ونزيدو طماطم مقطعة مربعات، ونزيدو البصلة، ونزيدو الزيتون، ونسويوها بهذا الشكل. هنا نعملو فرماج غابي. يعني هنا التزيين يبقى لكم اختياري، ما نعملوش فيها لاصوص، غادي نعملو فيها طماطم مقطعه صغيره، ونزيدو الفلفله مقطعه مربعات، عندكم مايس اعملوا مايس، عندكم اللحم مفروم اعملوا لحم مفروم، عندكم دجاج مقطع مربعات اعملوا. هنا يبقى لكم اختياري. من بعد ما زيناها بهذا الشكل نزيدو لها الزيتون. انا هنا عملت لها الطون طوماط، وعملت لها الطون زيت، عصرته من الزيت وعملته. يعني الذوق تاعكم في التزيين يبقى لكم ليكم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتكملوها للاخير. هنا من بعد ما كملنا الوصفه تاعنا نزيدوا لها في الاخير الزيتون، بهذه الطريقه. ودائما نعاود لكم ناكد لكم باللي التزيين يبقى اختياري. وهنا ما عملنا لهاش لاصوص، راكم تشوفوا غير الطماطم والفلفله والزيتون والبصله والثوم. وهنا مع التالي نزيدو لها زيت الزيتون 2 ملاعق من الفوق. نعملوها في الفرن الطيب عاديه كما جميع البيتزا تاع الداري. نعملوها على 180 ولا حتى 190 درجه، ويكون الفرن مسخون. ندخلوها للفرن وتشوفوها كي خرجت لنا اليوم. ها هي دي البيتزا تاعنا من بعد ما طابت. شوفوا الشكل تاعها النهائي كيفاش خرجت لنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وشهيتكم بالجنه. وما تنساوش الاشتراك الى عجبتكم القناه، وما تنساوش دعمونا بالجام. وشكرا للجميع وشهية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أولادي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا نهار اليوم وصفة شابة واقتصادية، يعني ويحبوها الأطفال، ومقاديرها متواجدة في كل بيت. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتكملوها للآخر. مرحبا بكم في المطبخ. بسم الله والصلاة على الحبيب رسول الله. قبل ما نبداو الوصفة تاع نهار اليوم، عندنا المقادير كالتالية. عندنا 2 كيسان تاع الزيت، 2 كيسان تاع السكر ماشي معمرين ناقص اسبوع، وعندنا 2 علب ياغورت، وعندنا 2 بيضات، وعندنا 2 اكياس خميرة الحلوى. نبداو نعملو دوك 2 بيضات تاوعنا في اناء ونخلطوهم، ونضيفوا لهم 2 كيسان تاع السكر ماشي مملوئين، يعني كل كاس ناقص اسبوع باش ما تجيناش الحلوى حلوة بزاف. ونخلطوهم حتى اللي يذوب لنا داك السكر مع البيض ونتحصلوا على كريمه بيضاء. بلا ما ننسى نشكر جميع المشتركين الجدد والقدام، نقول لهم مرحبا بكم. ان شاء الله نورتوني. واللي راه يشوف المره الاولى القناه تاعي نقول له مرحبا بك، وإلا عجباتك
ما تنساش تعمل الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. وإلا عجبتك الوصفة ما تبخلنيش بالجام. هنا نوليو للوصفه تاعنا. ها هي دي من بعد ما خلطنا داك السكر مع البيض، يعني شوفوا اللون تاعها كيش ولا، يعني حتى اللي داب داك السكر ولات لنا يعني على شكل كريمه. هنا نجيبوا الزيت تاعنا ونقعدوا نكبوها تدريجيا، ما نكبوهاش دفعه واحده، يعني دوك الكيسان تاعنا تاع الزيت نكبوهم غير بشويه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني الفكره. نقعدوا هكذا نكبو ونخلطوا. يعني هاد الوصفة سهلة، يعني والأطفال مادامهم في عطلة نعملوها لهم. كاين شي أطفال يعني يحبوا هاد النوع من هاد الحلوى، يعني وخفيفة. أنا هاد الكمية اللي عملتها خرجت لي ما شاء الله، خرجت لي كمية بزاف. ونخلطو حتى اللي نكملو كامل داك الزيت تاعنا. وهذاك هذيك عفوا الياغورت غادي يعطيه واحد الذوق تاع لافاني رائع. يعني هنا غادي نستعملو الياغورت ذوق الفاني. وهاد الحلوى تجي هشيشه من الداخل، يعني حاجه شاب. جربوها لولادكم غادي يفرحوا بها ان شاء الله. هنا نجيبو لافاني تاعنا ونعملو قطره باش يعطيها ذوق رائع، ونعاود نخلط. نجيبو هنا دوك العلب تاعنا تاع الياغورت ونضيفوهم للخليط تاعنا ونقعدو نخلطو. يعني شوفوا اللون تاعها ما شاء الله. ونخلطو هكذا حتى يندمجوا كامل المكونات مع بعض. ونخلطوهم مليح باش دوك العلب نتاع الياغورت ينحلوا. نجيبو هنا الفرينة يعني نقعدو نعملو حتى اللي نتحصلو على عجينة. يعني هنا الفرينة على حساب العجينة ما تلتم منا. ونعملو دوك الزوج الأكياس تاعنا تاع خميرة الحلوى ونقعدو نخلطو. يعني هنا الفرينة ما نعملوش المقادير، كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش، يعني على حسب النوعية العجينة اللي تتماسك لنا. ونخلطو. هنا نستعمل اليد تاعي، نزيد الفرينة ونقعد نستعمل باليد تاعي باش نعرف شحال يلزم لنا ديك العجينة. بهذه الطريقة حتى اللي تلتم منه. يعني الفرينة ما كاش مقادير، نستعملوها حتى اللي تلتم. ما تجيش خفيفة وما تجيش ثقيلة، يعني باش تجينا سهلة كي نحلوها ونعملوا لها باش كي نحلوها بالوراق تجينا سهلة. نقعد انا هنا نضيف الفرينة حتى اللي نتحصل على العجينة.
وما نعجنوهاش باش ما تجيناش معجنه هاد الحلوه، غير بالاطراف الاصابع تاعنا ونقعدوا نلمو يعني عاديه. انا هنا من بعد ما عملت ديك الفارينه كامل كملتها، تحصلت على هاد العجينه. نعملوا الفارينه من التحت باش ما تلصقناش ونقعدوا نحلوها هكذا بالوراق. يعني انني نفضي هنا بشويه يعني باش تشوفوا ونحلها. انا هنا ما تحلوهاش بزاف، قيس 5 مليمتر، ونقطعوها بهاد القطاع. واللي يحب يعمل مدور يعمل مدور، انا حبيت نعملها بهاد القطاع يعني بهاد المول. والفور راه يسخن لنا، شعلناه. ومن بعد ما كملت هنا انا عملت الحليب والكاكاو، ما عملتش البيض، عملت الحليب والكاكاو ونقعد نعملو من الفوق كما اللي نعملو البيض. انا ما عملتش البيض، بدلت عملت الكاكاو مع الحليب ونقعد نعملو فوق ديك الحلوى باش نزينوها بهذه الطريقه. ونعاودو نجيبو فرشيطه ونزوقوها من الفوق. يعني الفكره راها مفهومه. يعني حبيت نبدل، ما حبيتش نعمل البيض، عملت الحليب مع الكاكاو باش يعطيلو واحد اللون رائع. ودك تشوفوا في الاخير كيفاش خرج اللون ديالو. هنا من بعد ما كملت كامل نجيب ديك الفرشيطه ونزوقهم هكذا بهذه الطريقه. والفور تاعنا راه سخن، ندخلوها طيب. وكي طيب تشوفوها من بعد ما وجدت. ها هي دي الحلوى تاعنا من بعد ما طابت. شوفوا ما شاء الله اللون تاعها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وكنت خفيفه عليكم. وما تبخلونيش الى عجبتكم القناه، ما تبخلونيش بالاشتراك فضلا وليس امرا. والى عجبتكم الوصفه ما تبخلونيش بالجام. وشهيتكم في الجنه والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أولادي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا نهار اليوم المبسس، يعني المقلي والمعسل. مرحبا بكم إلى المطبخ. بسم الله والصلاة على الحبيب رسول الله. نبدأ وصفتنا إن شاء الله. نعملو هنا راكو تشوفوا البنات هاد السميد داك المتوسط، ماشي داك الغليظ، يعني المتوسط. انا هنا عملت 3 كيلات نتاع السميد المتوسط. وباش ينجح لكم هاد الوصفة ان شاء الله لازمكم تستعملوا داك السميد الاصفر، يعني يجيكم به رائع. انا عملت 3 كيلات وزدت هنا كاس صغير نتاع السميد داك الرقيق اللي نعجنو به. انا استعملت الغرفيه والكاس، وانتم تنجموا تستعملوا بالكاس وتعبروا. عود ما تعملوا غرفيه تعملوا بالكاس. والكاس نتاع السميد تعملوا كاس تاع لاتاي. زدت قرصه تاع الملح. وهنا عملت الدهان نتاعي، عملت الزبده تاع صول، عملتها في الغرفيه. وزدت معاها كملت ديك الدهان تاعي يعني بالزيت. عملت الدهان ناقص اسبوعين واللي بقى كملته بالزيت. هنا قعدت ندخل في داك الدهان نتاعي بيديا، يعني كي شغل نقعد نبسس داك السميد تاعي، ندخلو مليح في داك السميد باش يجينا لداخل طري وهشيش. يعني الطريقه راها واضحه وان شاء الله تكونوا فهمتوني. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتكملوها للاخير. نقعد هكذا نخلط السميد حتى ليندمج لنا مع بعض. ان شاء الله هالبنات اللي مازال ما عملتش الاشتراك نقولها مرحبا بك. وما تنساش تفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. واللي راهم معايا نقولهم مرحبا بكم. وهنا نقعد ندخل في ديك الليدام تاعنا مليح مليح. شوفوا الطريقه كما اللي راني نعمل. خليته هنا واحد 5 دقايق اشرب ونعاود نوليله. هنا جبت الكيلة اللي عبرت بها السميد وزدت لها قطرات من الماء الزهر
وقعدت نخلط داك السميد تاعنا. البنات هنا ما نعجنوش داك السميد تاعنا، ما نعجنوش المبسس، نقعدو غير باطراف الاصابع ونقعدو ندخلو داك الماء، يعني كما اللي نكونو نبركشو الطعام. كما اللي راني نعمل، انا عملت كيله وزدت كيله واحده اخرى، يعني على حساب السميد تاعنا. كاين سميد اللي يشرب وكاين سميد اللي ما يشربش. انا في هاد الوصفه تاع نهار اليوم عملت 2 كيلات نتاع الماء، وما تخافوش منه يعني. وكان حتى تكبوا الماء بزاف خليوه يشرب. هاي الكيله تاعنا الزوجه تاع الماء راني كملتها، ونقعد نلم غير بشويه، ما نعجنوش البنات، راني غير نلم بيديا. انا هنا كان ما عجنتوش، انا عملت مقادير بزاف، انا عملت غرفيه جاتني بزاف. هنا جاتني خبزه كبيره غادي نقسمها الى نصفين، نرفد الخبزه وحده والزوجه نخليها تريح. وانتم لا شفتوها عاود تشرب زيدوا الماء، ما تخافوش. هنا نقعد نلمو بيديا، شوفوا كي راها ما شاء الله تساعدكم غايه الغايه. ونقعدوا نقرصوها بيدينا، يعني نحلوها بيدينا، وما نعملوش رقيق المبسس تاعنا، يعني ما يجيش رقيق، على خاطر كنا نعملوه رقيق يبسلنا داك المبسس تاعنا. يعني دك تشوفوا القوام تاعو شحال، والسمك عفوا شحال يكون. هاي هكذا بيدينا ونقعدوا نعملو يعني خبيزه. نقعدوا ندخلو هكذا بالاطراف تاعنا. هنا البنات اللي تحب تقطعو بالمول تعمل المول، واللي تحب تعمل بالخدمي تعمل بالخدمي. انا استعملت الخدمي، وانتم اللي عندكم كاش مول حابين تقطعوا به يعني ما كاش مشكل، كل واحد وعلى حساب الرغبه ديالو. هنا راني سويت ديك الخبزه تاعنا، شوفوا السمك تاعها كيفاش. جبت هنا خدمي ونقعد نقطعو معينات. يعني هاد الوصفه صدقوني رائعه، سما لا استعملتو ولا سيما استعملتو داك السميد الاصفر غادي تجيكم شباب. انا هنا نقطعهم مربعات، وراني عملت المقله فوق الغاز، والمقله ما تكونش بزاف سخونه نقويو عليها الغاز، وما تكونش ناقصه، يعني تكون مويه. على خاطر كنصيحه الا قويتو المقله يعني الزيت قويتو له الزيت النار غادي ينحرق لكم، وإلا نقصتو تاني كالنار راها داك المبسس تاعنا يشرب داك الزيت. هنا بعد ما قطعت وحصلت على معينات، نقعد هنا في الاطراف ندخل داك السميد، على خاطر كون نعبيوه ديريكتومون نقليوه وما تدخلوش هنا الجوانب نتاعو ينحل لنا في المقله. هنا راني قطعته ونشكلوه معين. انا اللي راني نخدم نحطو. شوفوا السمك تاعو شحال، يعني ماشي خشين وماشي غليظ. ماذا بيكم البنات ما تستعملوش رقيق بزاف، ودك تشوفوه للاخر. نزيد معاكم هنا وحده، شوف يعني السمك تاع المبسه ما راهش رقيق، ونحاولوا ندخلوا الاطراف باش ما يتفتتناش المبسس في المقله تاعنا. نزيد معاكم هاد الحبه، يعني ساهل. راني هنا نشكلو معين، وهادوك اللي بقاو لنا نعاودو نخدمو بهم، يعني هذه حاجه مفهومه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه باذن الله. هنا نزيد هاد الوحده هي ونبدا نقلي. ها هو دا المبسس تاعنا راه في الزيت من بعد ما سخنت لنا، وراني نقلي فيه. شوفوا البنات حتى حبه ما تفتت، شوفوا كيفاش راه. شوفوا يعني نخليوه حتى يحمر مليح ونعسلوه، والعسل تاعنا تكون دافيه، وعملنا لها شويه نتاع مزهر يعطي واحد الذوق رائع. والعسل تاعنا ما نسخنوهاش بزاف، يعني لو كان سخنوها بزاف داك المبسس من بعد يبسلكم، يعني تكون دافيه ونعملوا فيها قطرات من الماء الزهر. هنا من بعد ما حمرت لنا
داك المبسس تاعنا شوفوا كيفاش اللون الذهبي تاعو، ما نخليوهش حتى يحمر بزاف. كي نشوفوه ولا اللون ديالو ذهبي نحيوه. شوف كما هذه هي ديريها طابت، نحيها ومباشرة في العسل. شوفوا البنات، انا العسل ما سخنتهاش بزاف، غير دفيتها باش ما يبسلكمش المبسس تاعكم من بعد. نخليه يشرب من داك العسل، يعني من المقله للعسل. شوف يعني طريقه سهله ومفهومه. ها هو دا المبسس تاعنا من بعد ما نزعناه من المقله. شوفوا اللون ديالو كي راه. انا هنا ننزعو ونعملو يقطر وتشوفوه في طاوله التقديم. شوفوا البنات هنا كي جا طري ما شاء الله، يعني جا طري في اليد قبل ما ندوقوه في الفم. شوف شهيتكم في الجنه، وان شاء الله تكون عجبتكم وصفه تاع اليوم، وما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم. وباذن الله اللي مازال ما عملش الاشتراك نقولوا مرحبا بكم، وشهيتكم في الجنه وسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أولادي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا نهار اليوم وصفة اقتصادية ومقاديرها متواجدة في كل بيت. إن شاء الله تعجبكم وتكملوها للآخر. وبلا ما ننسى باللي هاد الوصفة مناسبة لجميع الأفراح تاعكم والمناسبات. مرحبا بكم، بسم الله والصلاة على الحبيب رسول الله. باش نعملوا هاد الوصفة تاع نهار اليوم، يعني مقاديرها سهلة ومضبوطة ومتواجدة في كل بيت، يعني أي وحدة تنجم تقدر تعملها هاد الوصفة. عندنا حبة بيض، وعندنا 250 غرام نتاع الزبدة طرية، وعندنا 6 ملاعق نتاع السكر رطب، وعندنا 3 ملاعق نتاع 3 ملاعق كبار نتاع حليب الدافئ عفوا، ونزيدو معاه ملعقة نتاع خميرة العجن، يعني الخميرة اللي نعجنو بها. يكون داك الحليب دافي ونعملوها فيه ونخلطوها حتى اللي يذوب لنا، ونعاودو نوليو لها. هنا نبداو في الاول نجيبو ديك الزبده الطريه تاعنا، نعملوها في الاناء اللي نخدمو بها. الى تنجمو تستعملوا الخلاط الكهربائي استعملوا الخلاط الكهربائي، عندكم اليدوي استعملوا اليدوي، ما عندكمش استعملوا اليد. انا هنا عمدت باش نخدم باليد، يعني باليد وتخرج لكم ناجحه 100%. يعني كاين اللي ما عندوش الخلاط الكهربائي، انا هنا استعملتها باليد وخرجت لي يعني روعه. ونضيف عليها ديك الحبه نتاع البيض ونقعد نخلط المزيج مع بعض. قبل ما ننسى نشكر جميع المشتركين القدم والجدد، نقول لهم مرحبا بكم وشكرا لكم على التحفيزات الجميله والتعليقات الجميله. جزاكم الله كل خير. واللي راه يشوف القناة للمرة الأولى وعجباته نقول له فضلا وليس أمرا عمل تفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. وإلا عجبتك الوصفة ما تبخلنيش بالبصمة ولا بالجام. هنا نوليو للوصفة تاعنا نكملوها. ندخلو دوك المكونات مع بعض ونضيفو 6 ملاعق نتاع السكر الرطب، يعني هنا 6 ملاعق نتاع سكر رطب، ونخلطوا هاد المكونات عاود مع بعض. يعني وصفة سهلة وبسيطة ومناسبة للأفراح والمناسبة لجميع المناسبات. هنا نضيف ملعقة صغيرة نتاع لافاني باش يعطيها ذوق رائع، ونخلط المكونات مع بعض. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتكملوها للآخر. نزيدو داك الحليب والخميرة العجن نزيدوهم ونقعدو نخلطو بهذه الطريقة. هنا كي دخلنا داك الحليب مع دوك المكونات كامل نبداو نضيفو الفارينه هنا انا ما عملتش المقدار، يعني كاين فارينه دائما نقول لكم اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش، يعني خلطوها بيديكم حتى اللي تحصلوا على عجينه الصابلي. ها هي دي العجينه تاعنا من بعد ما
كملتها، ونقسمها الى 3 اقسام. ها هي دي العجينه، شوفوا كيفاش ريها، يعني راها طريه ومليحه، راني ناكد لكم. شوفوا كيفاش ريها. نقسموها على 3، نرفدوا الاولى ونخدموا بالاخرين. نحلوها بهذه الطريقه، يعني نحلوها كما اللي نعملوا الصابلي. نرفدوها ونعملوها في البلا تاعنا. كي حطينا هذاك البلا تاعنا كان فيه الفرينه مرشوشه، وحطينا ديك العجينه تاعنا ونثقبوها هكذا بالفرشيطه بهذه الطريقه، خاطر غادي تطلع لنا ديك العجينه تنتفخ بهذه الطريقه. ونعملوا المربى تاعنا تاع المشماش بهذه الطريقه، وما نوصلوش للجناب نتاع الحلوى باش ما ينحرقناش داك المربى تاعنا بهذه الطريقه. حتى اللي نكملوها كامل. يعني هاد البلا خرج لي 64 حبه، يعني 64 قطعه. انا دائما نستعمل المول اللي نستعمل فيه، يعني حجم عائلي. هنا نعاود ورقت الطبقه الثانيه، عملت الكيس من تحت ورفت باش ساعدتني، ونعاود نحطها فوق الطبقه الاولى واللي عملت عليها المربى، ونعاود نثقبها، يعني نفس الطريقه اللي استعملت في الاولى نعاود نستعمل في الطبقه الثانيه. نعاود حليتها وعملت لها بالفرشيطه تأبتها، وعاود عملت لها المربى بهذه الطريقه، وما نوصلوش للجناب المربى بهذه الطريقه. نعاودو نعملو العجينه الثالثه اللي بقات لنا. هاي العجينه عاود وريت لكم باللي نعمل الكيس بلاستيكي من تحت، ونعمل شويه فرينه هكذا، ونعاود نحل ديك العجينه باش تساعدنا كي نجيو نرفدو بهذه الطريقه. ها نحلوها ونعاودو كي نحلوها نوضعوها فوق داك المول تاعنا. ها هي دي، شوفوا كي تجي سهله في الحط. ها ترفدوها ما تغبنكمش كامل بهذه الطريقه، يعني سهله وما تغبنكم. شوف بالخف حطيتها، ونسقدوا الاطراف ونعاود حتى هي نتقبوها في الفرشيطه. نحيو دوك اللي بقاو لنا، ونكونوا سخنا الفرن على 180 درجه. انا هنا خدات لي الوقت 45 دقيقه، وكنت عامله النار ما هي قليله ما هي قويه، وكل واحد على حسب الفرن ديالو. كي طيب الجوانب تاعها نعاودو نشعلوا لها من الفوق باش طيب لنا كامل ديك الحلوه تاعنا. نتقبوها حتى هي بالفرشيطه ونعملوها طيب في الفرن. ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم، وتكون عجبتكم هاد الوصفه، وتقسموها مع احباباتكم، ونتمنى تجربوها. ها هي دي الحلوه تاعنا من بعد ما كملتها ندخلها للفرن كي طيب، ان شاء الله نوريها لكم كي وجدت. ها هي دي الحلوه تاعنا من بعد ما طابت وخدات اللون الذهبي. نكونوا ذوبنا الشوكولا تاعنا وهي بارده، نعملوا الشوكولا ماشي هي سخونه. كي تبرد لنا نعملوا الشوكولا تاعنا، نعملوها من الفوق بهذه الطريقه. ذوبنا ديك الشيكولا وكانت الحلوه تاعنا بارده ماشي سخونه. والتزيين يبقى اختياري وحتى تبرد ونقطعوها.
انا هنا قطعتها مربعات صغار، وانتوما التزيين من الفوق على حساب اللي عندكم لوز ايفيلي، وانتوما يبقى لكم التزيين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وشهيتكم في الجنه والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم اليوم في مطبخ أولادي. اليوم نعملو لي كوكيز شابين وطريين وفيهم الشوكولا من الداخل. بسم الله وعلى بركة الله. نحتاج في هذه الوصفة المقادير كالتالية: عندنا السكر والزيت والفرينة والبيض. بسم الله. نعملو 2 بيضات في الإناء تاعنا، ونزيدو نصف كاس نتاع السكر، ونخلطو المزيج مع بعضهم بعض حتى يذوب لنا داك السكر. يعني هاد الوصفة المقادير تاعها موجودة في أي بيت، يعني كل واحد ينجم يعملها، وصدقوني حتى اللي عمرها ما عملتها بإذن الله تنجح لها، يعني ناجحة 100%. وهنا نزيدو نصف كاس تاع الزيت. يعني نعملوها لوليداتنا وعينينا مغمضين، وإلا جا عندنا شي ضيف في رمشة عين وهي وجدت. نخلطو مليح المزيج مع بعض حتى يذوب لنا داك السكر مع الزيت ومع البيض. نجيبو هنا عندنا 4 معالق نتاع الكاكاو. يعني اللي عشاق الشوكولا هاد الوصفة صدقوني رائعة، نوضوا جربوها وعينيكم مغمضين، يعني ناجحة 100%. ونخلطو داك الكاكاو حتى يذوب لنا مع بعض. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم وتتقاسموها مع احباباتكم مع اخواتاتكم باذن الله. وما تنسوش تعملوا لنا الاشتراك والجام باش يوصلكم كل ما هو جديد. هنا نخلطو مليح ونجيبو كيس نتاع لافاني، يعطيها واحد الذوق رائع. يعني المقادير بسيطة ومتواجدة في كل بيت. يعني توجدوها وتنجحوا فيها، توليو كامل ما تشريوش لي كوكيز من برا، تخدموا بيديداتكم. والحاجة تاع اليدين تجي بنينة، والحاجة اللي نتعبوا عليها تاني تجي مليحة. ونكبو عندنا كاس تاع فرينة، ما نكبوش دفعة واحدة، نكبو غير بشوية بشوية. انا هنا قسمته على 3 خطرات هاد الكاس تاع الفرينة. نخلطو مليح، وهاد العجينة ما تجيش قاصحة، على خاطر الا جاتنا قاصحة الكاطو يجي يابس. يعني هاد الوصفة نتاع هادو لي كوكيز ما تجي يابسة، يعني العجينة ما تجي قاصحة ما تجي طرية، على خاطر نعملوها في الثلاجة. نزيدو كيس الخمارة، ونزيد داك النصف تاع الكاس الفرينة. يعني هذاك الكاس تاعنا قسمناه على 3 خطرات باش كي نكونوا نخلطوا ما تغبناش والفرينة تدخل مع بعضها بعض. انا هنا راني عملت كاس فرينة. كاين فرينة اللي تشرب وكاين فرينة اللي ما تشربش. انا الكاس تاع الفرينة جاني نيشان. نتوما عملوا داك الكاس تاع الفرينة شفتوها بقات لكم جارية، زيدوا 3 معالق فرينة، ودوك تشوفوا القوام تاعها من بعد ما نعملوها في الثلاجة
وكي نخرجوها. هنا جبت لاسباتول باش تساعدني. نتوما ما عندكمش لاسباتول تنجموا تعاملوا حتى بالملعقه، يعني ما فيها اي اشكال، ما تحتاجوا ني باتور ني ميكسور. هنا كملت الكاس تاعي وقعدت نخلط. هاد العجينه ما نطيبوهاش تمتم، نخليوها مده ساعه في الثلاجه باش تشرب، ما نخدموهاش تمتم. عليها قلت لكم نعملوا داك الكاس تاع الفارينه تاعنا ونعملوها في الثلاجه. شفناها نشفت تبارك الله، ما نزيدوش دوك 3 معالق. شفناها ما نشفتش نزيدو دوك 3 معالق. كاين الفارينه اللي تشرب وكاين الفارينه اللي ما تشربش، يعني راني ناكد لكم على الفارينه. هنا انا ما نزيدش الكاس تاع الفارين، ما نزيدش دوك 3 معالق، ما نزيدهمش. وغادي نغطيها ونعملها في الثلاجه. شوفوا القوام تاعها كيفاش راها ما خفيفه ما ثقيله، على خاطر كي نعملها في الثلاجه نعملها في الثلاجه ونخليها. انا هنا خليتها ساعه، خدمت شغالاتي ووليت لها. ها هي دي العجينه من بعد ما خرجتها من الثلاجه. شوفوا كي نشفت، شوف القوام تاعها كي راه ناشف. شوف هنا انا ما زدتلهاش الفارينه، غير بداك الكاس تاع الفارينه وبوحدها تقالت. ندهن يديا بالزيت باش تساعدني، على خطر على بالكم بلي خفيفه. نكور ديك العجينه تاعنا ونعملوا لها الشيكولا تاع الطلي، ونعاود نفوتوها في السيكر غلاس، نبلعوها مليح هكذا، نبلعو عليها باش ما يتخرجناش ديك الشوكولا، وغير بشويه ونصبروا عليها ونفوتوها في السيكر غلاس. هنا من بعد ما عملنا الحلوه تاعنا في السيكر غلاس نعملوها في البلاطو تاعنا، والبلاطو تاعنا يكون فيه ورق الطهي، يعني بابي كويسون، باش داك الكاطو تاعنا ما يلصقناش. خطر الا سقط لنا الحلوه تاعنا تروح لنا خساره، وحرام احنا من الصباح وحنا واقفين عليها وتروح لنا ما جاش. ونساويو الاطراف باش تجينا متساويه كل وحده كي خوتها. هنا نعاود ناكد لكم، ندهنوا يدينا بالزيت ونكوروا العجينه تاعنا. شوفوا كي راها تبارك الله ما شاء الله. نعملوا كويره ونحلوها ونعملوا الشوكولا تاع الطلي، يعني غير بشويه علينا ونسعفوها ونبلعوا الاطراف، نبلعوا عليها باش ما تخرج لناش ديك الشوكولا من بعد. ها فكره سهله يعني ماشي معقده. ونعاود نعملوها في سيكر غلاس، يعني حتى حاجه ما واعره، الحاجه الواعره تولي سهله. وكي نحبوا الحاجه نخدموها، يعني ما تجيناش صعيبه. ان شاء الله ما نكونش ثقلت عليكم ووصلتكم الفكره. هاي نساوي الاطراف، ولازم البابي خياتي، على خاطركم ما تعملوش البابي تلصق لكم. من بعد ما كملت الحلوه تاعنا نعملوها طيب على 170 درجه. انا هنا كنت سخنت الفرن تاعي وعملتها على 170 درجه. كي نشوفوها حمارت من التحت صيبو نخرجوها من الفرن، يعني ما نخليوهاش طيب بزاف. هاي الحلوه تاعنا من بعد ما وجدت ما نخليوهاش طيب، على خاطر لا فوتت الطياب تاعها تيبس لكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكره. ها هي الحلوه تاعنا من بعد ما وجدت وخرجناها من الفرن. شوفوا كي جات طريه وهشيشه، شوفوا القوام تاعها كيفاش راه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، وشهيتكم بالجنه وشهيه طيبه وبالصحه والراحه وسلام.